تسوي؟ باكر عندي امتحان. يا اخي والله ما احنا نضحي القناه والله ده نضحي. اشترك اشترك يا اخي، اشترك راح ارجعك. السلام جات الخير، وياكم مؤمن ويوسف من قناه كابتن معلومه. واليوم حلقتنا عن مرحبا الاعلانات. بلش. اويلي يابا، احكي لي كابتن. راح اجيب لك الاعلانات من البدايه. حلو. شلون بدت الاعلانات؟ بدايتها لما نحكي على الاعلانات احنا هسه راح نقصد بهاي الحلقه هي الاعلانات الديجيتال، اللي هي الاعلانات تطلع على التلفزيون او تطلع حلو. على مواقع التواصل الاجتماعي والى اخره. بس فكره الاعلان اصلا موجوده من القرن السادس عشر، يعني من 1500 واصلا من بدايه المسلمين. يعني شيء كلش الاعلانات بدات من قبل 3000 سنه بمصر. حلو. ايش سووا بمصر؟ كانوا يجيبون شخص، اكو واحد تاجر عنده بضاعه يريد يبيعها. هذا الشخص يوقف برا يقعد يشرح يابا تعالوا يا معودين تعالوا. بس هاي تعتبر اعلان، ما تعتبر اعلان لمنتج. بعدين قاموا يكتبون قصيده على منتج. يعني مثلا احد القصص كان اكو تاجر عراقي رايح الى المدينه المنوره. حلو. على مود يبيع فد منتج له اللي هو كان خمار. فهذا الخمار كان بيع عده الوان. باع الالوان كلها، بقى عنده بس اللون الاسود. ضاج. قال لك هسه راح ارجع للعراق وبيد الخمار الاسود. ما يريد يرجع. فلقى احد الناس فقال له انه اودليك على فد شاعر، روح قل له يعطيك قصيده. حلو. على الخمار الاسود. على الخمار الاسود. والله راح على الشاعر انطاه فد شعر انه يوصف المراه اللي تلبس الخمار الاسود ايش قد حلوه وايش قد جذابه. يا اخي رهيب فكره التسويق. فانطاه هاي القصيده وراح وحكاها هو هاي القصيده، رواها وجو الناس واشتروا من عنده الخمار الاسود مالته ورجع له. رايت في عيناك جمال الخمار الاسودي. الاسودي. فهذا كان بدايه الاعلانات. اما هسه راح اقصد لك الديجيتال ماركتينج، خصوصا التلفزيون. نعرف احنا قبل ما تطلع التليفونات ومواقع السوشيال ميديا على التلفزيون، دائما على التلفزيون. والضوج لما يطلع لك اعلان يا اخي داخل بس شنو هذا الاعلان مال التلفزيون سوى طفره نوعيه بالعالم. بحيث انه اول اعلان كان بامريكا سنه 1941. سنه 1941 كانت اكو مباراه حرب، يعني بالحرب العالميه الثانيه. فكانت اكو مباراه بيسبول. اكيد الامريكان مشهورين بالبيسبول مالتهم. فكانت اكو هاي المباراة. فقبل لا تبدي هاي المباراة طلع اعلان. الاعلان كان لشركة بولوفا اللي كانت هي شركة ساعات ومجوهرات فاخرة، يعني مثل رولكس وجماعتها. فهاي شركة بولوفا نشرت هذا الاعلان اللي كانت المدة مالته تقريبا 10 ثواني. ايش قد كلفهم؟ ايش قد؟ يعني اكيد التفاليس بوقتها كلفهم تقريبا $4. $4 كلفهم على مود ينشرون هذا الاعلان. بس هذا الاعلان كان في طفره نوعيه بتاريخ التلفزيون والاعلانات والتسويق. بحيث اول اعلان بالتلفزيون، اول اعلان ديجيتال ماركتينج. ورا ايش صار سنه 1948. الناس من ال41 ورا ما نشر الاعلان بال41 الناس قامت تريد تسوي اعلانات على التلفزيون. عجبتهم السالفه. شافوا انه صدق واحد ممكن يستغل انه هذا الوقت اللي الناس تشاهد بالتلفزيون على مود يطلع لهم اعلان المنتج مالتهم بالضبط. فالامريكان قالوا لا هاي صارت هيك، ياهل يجي يقول انا اسوي اعلان قالوا صارت هوسه. فبسنه 1948 تاسست الجمعيه الامريكيه للاعلانات. فصارت شيء رسمي يقدر بالضبط. اكيد السعر صعد فوق من $4 وصل تقريبا بذاك الوقت الى $25-30. انطينا قصتك كابتن. ما دام بدنا نحكي بعالم الاعلانات لازم نحكي عن اخر اعلان سوى ضجه بعالم الاعلانات. واللي هو اعلان اللي جمع اساطير وجبابره كره القدم. كريستيانو وميسي. اويلي قبل انطلاق المونديال بكم يوم. صحيح. شركه لويس فيتون او الوي فيتون. زين شنو الفكره من الاعلان؟ شنو؟ اول شيء هو اعلان للشركه اكيد طبعا. وما دام قبل كاس العالم هم كانوا الاثنين ما عندهم كاس عالم. صحيح. فهم كانوا داخلين بصراع منو اللي راح يجيب كاس العالم او فهو صراع، خلينا نقول صراع النظره الحاده على قولتهم حسب الصوره بين ميسي وكريستيانو. صحيح. طبعا الصوره التقطت كل واحد بمكان وبزمان مختلف، يعني ما كانوا هم سوا من جمعه طقوها ومونتاج مثل ما قلنا. هو كان بيناتهم صراع. صح. هم اهتموا بالتفاصيل الديتيلز اويلي اويلي يابا. بحيث انه هاي اللعبه مال الشطرنج الاماكن مال
جنود والملك شو يسموه شو يسموه الملك الأحجار. البيدق بالضبط الأحجار. الأماكن مال الأحجار هي نفس هالأماكن مال المباراة مال الشطرنج صارت ب 2017 بين نرويجي وامريكي. صح اتذكرها هاي المباراة. واحدة من اشهر المباريات اللي صارت. هاي المباراة الوحيدة بتاريخ البطولات العالمية للشطرنج اللي انتهت بالتعادل. يا اخي الشطرنج ما بيتعادل ابد. كش ملك صح. فهاي الوحيدة انتهت بالتعادل. فهم على اساس كانوا متعادلين بوقتها. ما حين عندك كاس عالم. ايش قال كريستيانو قال؟ بتصريح بالدوحة المغرور للاسف. كريستيانو هو لاعب اسطوري بس للاسف عنده شويه غرور، الايجو عنده عالي مع الاسف. ايش قال انا اللي اريد اسوي كش ملك. هو قالها بصريح العباره، انا اللي اريد اسوي كش ملك. منو سوى كش ملك بالنهايه؟ هي باي. حط صوره ميسي وشايف شيل يا طويل العمر شيل. حط صوره ميسي هنا هو شايف كاس العالم. خادمك عافيه. زين الاجور او ايش قد كلف الاعلان عامه؟ ايش قد؟ الاعلان كلف تقريبا $5 مليون. $5 مليون. اي زين. بس جايب اسطورتين. صح. $5 مليون. صح. زين. كل واحد ايش قد اخذ؟ ايش قد؟ كريستيانو اخذ 2,400,000. 1,400,000. ميسي ايش قد اخذ؟ 1,700,000. اي زين. ميسي يا اخي متواضع. ايش قد اخذ؟ 1,700,000. طبعا من هذا المنبر راح بوصل رساله لميسي. اتمنى باكر يسوي لنا اعلان على باكر يسوي اعلان 1,700,000. 1,700,000 باكر سوي له اعلان للقناه. زين هم اعلان دفعوا عليه تقريبا $5 مليون. بالنسبه للوي فيتون ولا شيء اكيد. صح. زين ايش قد عدد الناس اللي تفاعلوا ويا هذا الاعلان؟ ايش قد؟ يعني يا اخي انت جايب اسطورتين كره القدم طبعا الاعظم. هو رونالدو هو اكثر شخص على الكوكب متابعه على انستغرام. صحيح. وميسي تقريبا الثاني بعد روك. صح اتوقع. اي جوميز. ها سيلينا جوميز. ختولي هاي بابا مليح. نسوان مطبخ ليش جوميز. كريستيانو البوست مالته جاب تقريبا 38 مليون لايك. وميسي 29 مليون لايك. ميسي متواضع يا اخي على مود هاي مو كلش متواضع. بس جدير بالذكر انه ميسي صاحب اعلى صوره لايكات بالتاريخ. هي صورة كأس العالم. صورة كأس العالم. صح. فمجموع تقريبا 67 مليون لايك، يعني 67 مليون شخص شاف هاي الصورة وتفاعل وياها. يعني لو من ذول 67 1 مليون بس اشتروا من لوي فيتون هم ربحوا. روح ويلي يابا. رهيب يا اخي. الاساطير عندما يجتمعون على الاعلان. وين؟ هسه راح احكي لك على اغلى اعلان بالتاريخ. ذيب. اعلان هو كممثلين وكمشاهير جوي بيه لا. ما كان بيه مشاهير ولا كان بيه ناس معروفين ولا هاي، بالعكس ناس بسيطين. حلو. هذا الاعلان اول شيء لها شركه، شركه شانيل. شانيل اللي هي شركه العطور والملابس والى اخره. شركه شانيل سوت هذا الاعلان بتكلفه $33 مليون في سنه 2004، اي ما يعادل حاليا بعد التضخم $52 مليون. ويلي نص مليار. لا نص مليار. نص 100 مليون. شنو فكرة هذا الإعلان؟ الإعلان أول شيء كان اسمه الفيلم رقم 05. اسمه فخم. ليش؟ صح شانيل نمبر 5 دائما. شانيل نمبر 5. فهي دائما شانيل نمبر 5 فهم سموه ذا فيلم نمبر 5. شنو فكرته؟ حلو. شنو فكرته كان اكو فد ممثلة هي بالفيلم أو بالإعلان تطلع ممثلة مشهورة. حلو. مشهورة والأضواء عليها وهاي، فتكون هي بخلال انه عندها فد حفله او فد مؤتمر على الريد كاربت. فهي تكون نازله ونطقون وياها صور وهاي، وعلى غفله تشوف لها فد واحد. وهذا الواحد تقرر انه تعوف كل شيء وتضوج من حياه الشهره مالتها وتهرب وياه. وهذا الواحد خل احرق الاعلان حاط الريحه مال شانيل نمبر 5. لا فهذا الواحد معاط لا ليش دخل. فهي راح تهرب ويا هذا الشخص، فهي تكون لابسه شانيل. فهو هذا الشخص همين يكون يحب شانيل فيجمعهم شانيل. لا يا اخي ضعيف. فراح تهرب وياه ويروحون يهربون ويصير بيناتهم قصه حب وهاي. كل هذا بالاعلان. يطلعون قصه حب. يطلعون قصه الحب بالاعلان. فراح يعيشون مغامره وقصه حب ومن هذا الحكي. فهي بعدين راح يكتشف انه هي همين تحب شانيل هو يحب شانيل، وتكون هي حاطه عطر شانيل. فبعدين هي شنو ترجع لي النجوميه مالتها تعوفه. لا مو تعوفه. يرجعون من المغامره وترجع للنجوميه مالتها. فهو يقول انا قعدت اتذكر عطرها اللي هو عطر شانيل. بس طبعا الاعلان كله مدته 3 دقائق. كل هذا وعاطل جابوا جهاز. لا كل شيء ب3 دقائق.
صراحه الفكره ممكن اكو فكره اقوى، مو انه مثلا هي بنص النجوميه كم ريحه تلتفت تشوف هذا اللي حاط شالين تروح تركض وراه، تعوف النجوميه تعوف المعجبين. طبعا هذا الاعلان يعتبر اعلان ما احتاجوا به الى مشاهير بس كلفوا هوايه، حلو، لان التصوير حتى الموسيقى جابوا مايسترو مختص انه يسوي لهم الموسيقى لهذا الاعلان. تعبوا على الاعلان. اما خل احكي لك على اعلان اجتمعوا به مشاهير. حلو. اعلان لكافيه صاير بالصين وبالفلبين. كافيه جازينو. هذا الجازينو رادوا يسووا اعلان قوي. صرفوا ب 70 مليون دولار. 70 مليون زين ليش؟ على مود التصوير. جابوا نجوم. النجوم من اللي جابوهم؟ براد بيت، ليوناردو دي كابريو، اويلي يابا، منو بعد؟ منو ميسي، روبرت دينيرو. اجتمعوا الثلاثه. اويلي عطبوه اجتمعوا. هو بفيلم ما جمعوا باعلان. جمعوا باعلان 70 مليون دولار. قطعوا ليه. يلا حبيبي قوم سوي اعلان لك. افتح الطريق يا ابن اليوسف. تعبت نفسي. شو ايش تشوف؟ فيديو مالتنا تاخرت فقلت امتع نفسي اشوف فيديو مالتنا. اوه اعلان هذا باعلان دير بالكم. اذا ما شفت الفلوق الاخير بشوفه روح شوف الفلوق الاخير، احط لكم الرابط ديتا سكربشن. لابد بكل حلقه نحكي عن الجانب المظلم. اويلي هالمره يمي وكل مره يمي. كل مره يمك. راح احكي عن الجانب المظلم من عالم الاعلانات. اكو بعض الاعلانات تسوي لك تاثير عكسي. شلون؟ اذا مثل ما قلنا بعض الاعلانات تسوي تاثير عكسي. زين واذا كانت هاي الاعلانات مرعبه. زين هم يسوون اعلان على مود يستفادون، شو تاثير عكسي؟ سووا اعلان هم بالغلط سووه بطريقه مرعبه. وعندنا هوايه امثله. شلون؟ طيني. مثلا شركه شوغر رايس كرينكلز يا بيبي كرينكلز. هاي الشركه جابت مهرج ورادت يسوي فد اعلان لهاي الشركه لان الاطفال يحبون المهرجين. صح تمام. ما يدرون انه المكياج الزايد للمهرج سواه مرعب. راح احط لكم صورته، خلصت صورته زين، سواه شكله كلش مرعب، فسوى فوبيا عند جيل كامل من الاطفال من المهرجين. وخسرت هاي الشركه بسبب هذا الاعلان، بسبب انه المهرج هذا حطاني مكياج زياده. بالضبط. اكو فد مره شركه سوت دميه، الاطفال يحبون الدمى. صح. هاي الدميه كانت بس تضحك، هي سواها عم تضحك الاطفال. حتى بالاعلان خلوها انه هي الدميه تضحك ويقعدون قدام اطفال يضحكون. فالغريب بالموضوع انه ضحكتها كانت كلش مرعبه. يمه والله صدق ضحكتها يا اخي اسطوريه. يا اخي ضحكتها تخوف. صحيح. فهم سوت فوبيا عند الاطفال قاموا يخافون وخسروا. والدمى هواي تصير بهاي الحاله. مثلا ظهر الدميه اسمها دميه الهمس، تهمس لك. اويلي شلونك؟ تهمس لك هيجي بس يا اخي انت تهمس هم يخوف. الهمس يخوف. بغلط مثل اليابانيين مره كافيه. مره اليابانيين رادوا يسوون اعلان العجل مال السياره، اطار تاير ويل اي شيء يسميه. رادوا يسوون اعلان له. فشنو كان الاعلان؟ انه واحد طالع من الشركه هسه هو مبدل التايرات مشتري ضخم وطالع من الشركه، كان ايش يطلع له؟ كان يطلع له جني. زين كان هو يركب السياره والجني كان كلش سريع، فالجني يركض وراه بس هو لم بدل الاطارات من هاي الشركه سبق الجني. هو يا اخي فهم على فكره قويه كلش قوي انه سبق الجني، بس الناس خافت من شكل الجني اللي حطوه بالاعلان. والله مو صوت شوف هاي صوره شيل صوره. زين والله مو صوت شوف ناس كيوت والله الناس كلش خوفتنا. الجني درايب عاد حتى شكله يضحك الجني. هو يمكن انا قوي كلش صح. اي زلوميه. هاي امثله عن الاعلانات اللي سوت تاثير عكسي. بسبب شنو؟ بسبب الرعب، وهو سبب غريب. جارات واحد يحاول يحط افكار زياده يحاول يحط افكار جديده ما ادري شنو، بس لا سوى رعب عند البشر. صحيح اثر عليه. صارت فائدته مو فايده. هو يا اخي لحينا كافي. اكيد نعرف انه كل شركه لها شركه منافسه. حلو. الشركه والشركه المنافسه شلون يتعاركون؟ هذا يقول للثاني انت مو زين؟ لا، يتنافسون بالاعلانات. حلو. اشهر شركتين متنافسه بالعالم هي كوكاكولا
وبيبسي وسامسونج برجر كينج وماكدونالدز هوايه. بي ام دبليو مرسيدس بي ام دبليو ميسي وكريستيانو. مع انه تدري بي ام دبليو مرسيدس ما حد يحط راسه براس ثاني صح. يعني تلقى ابو بي ام دبليو يتحرك ويا اودي اي صح او صح. مرسيدس بس الناس مسوي هاي المنافسه بيناتهم ابد صح. مع انه هم الاثنيناتهم متعاونين يعني. المهم عندنا شركه بيبسي كوكا كولا. راح احكي لك على بيبسي كوكا كولا. حلو. شركه كوكا كولا نزلت اعلان. هذا الاعلان كان عباره عن قطيه بيبسي وفوقها رداء احمر مال كوكا كولا. هذا الرداء هو يشبه رداء دراكولا اللي هو سوبر هيرو. اوكي ايه. وش كاتبين فوقها فوق الصوره؟ كاتبين الجميع يريد ان يكون بطلا. لا قويه يعني بيبسي لبست الشعار مال كوكا كولا حتى تكون بطل. نار والله نار. اي بالضبط. ايه. فهيجي ايش سووا بيبسي؟ ايش سووا بيبسي؟ بيبسي كل شيء ما سووا. سووا فشي واحد يجوي على نفس الصوره بس غيروا الكتابه. ايش كتبوا؟ كتبوا نتمنى لكم عيد هالوين سعيد. كتبوا نتمنى لكم عيد هالوين سعيد. يعني قصدوا انه البيبسي هم الاصل بس بعيد الهالوين تنكروا كوكا كولا. ويلي يابا فهيك تنافسوا بالاعلان. واحد يرفع واحد يكسر. خل اعطيك منافسه ثانيه. ما عجبتك مو ما عجبتني شيء ضعيف. تعال اعطيك واحده ثانيه. ابل سامسونج. سامسونج شركه كوريه جنوبيه. صحيح. ابل شركه امريكيه. صحيح. دائما اكو منافسات بيناتهم. بس دائما ابل ساكته. شيء عوفه معوفه. فدائما سامسونج اللي تتحارش وابل هي الساكته. طبعا ليش تصير هاي المنافسه؟ هاي المنافسه تصير قبل هسه ما تصير هاي المنافسه. ليش؟ لان 25% من اجهزه الايفون تصنعها ابل. هي اكيد ايفون ابل. عفوا. 25% من اجهزه ابل تصنعها سامسونج. لا والله. اي والله. يعني الشاشه البطاريه هاي قوليتها تصنعها شركه سامسونج. فذاك اليوم كان لقاء ويا احد الملاك مال شركه سامسونج قال احنا ما نضوج لما تكون مبيعات ابل اكثر من عندنا. بالعكس كل ما تزداد مبيعات ابل كل ما احنا استفادين. بس هذا الحكي صار قبل تصير منافسه بيناتهم خصوصا بوقت نزول الايفون 5. يعني تقريبا 2000. صح ذيك الفتره انا سامسونج اس 5 ومدري شنو. بالضبط. فكان نزول وقت الايفون 5 جو شركه سامسونج حطت صوره للتليفون مالتها ويم التليفون مال الابل. ايش كاتبين انه هذا الجهاز سامسونج الجديد يتفوق على ابل. بس هيك ببساطه. ايش سوت ابل هنا حطت راسها براسهم قالت والله لا ردهم. تعال يا ولد. وتعال ما تطلع. تعال زين يابا. نفس الصوره. ايش كتبت ابل اللي فوق؟ كتبت لا تشتري هذا البلاستيك الرخيص. بس خاف قصد بابل مو بغويا. لا مو كتبوا جوا باي ابل. فشالوا اسم سامسونج من الصوره حطوا اسمهم كتبوا لا تشتري هذا البلاستيك. هي كلمه رخيص خلاص. هي كلمه رخيص زلزلتهم بسامسونج. بعدين صارت ابل تشتغل ويا الرخصان. ايش فيكم؟ حتى شاحنه ماكو دراع. يا صدق انت حتى بلاك مال شاحنه ما تخلونا. سماعات يا اخي والله حتى سماعات ماكو واير خلونا. اختمها بمعلومه اسطوريه. وهي اطول مده عرض لاعلان. زين شنو اطول مده عرض لاعلان؟ اول شيء هي شركه الاعلانات ويدن كندي. كندي وين صايره كندي؟ بالحرفيه شارع كندي. وين؟ ساو باولو. برازيلي واصبر اساسا كان عباره عن اعلان لشركه لمزيل العرق اللي هي اسمها اولد سبايس يعني البهارات القديمه. صحيح. شعبالك يا اخي رهيب. ويلي يابا. الاعلان عباره عن 3 دقائق. 3 دقائق. شلون اطول اعلان؟ قبل شويه مو عشان لا تشارك 3 دقائق. اصبر يا اخي. اصبر. شنو الفكره مال الاعلان؟ هاي كانت اول اعلان من نوعها من هالفكره. هسه بالجديد اليوتيوبرز العرب صاروا يستخدمون هاي الفكره. انه اول كلمه هي نفسها اخر كلمه تنقال. فهمت شلون؟ ايوه يرجع ينعاد. هذا سووا اعلان بنفس هالفكره. حلو. شنو انه اخر كلمه مثلا اخر كلمه بالفيديو يقول راح اكتشف. اول كلمه من الفيديو يقول راح اكتشف معكم هذه. فيدمجهم فيظل ينعاد الفيديو. فهم سووا نفس الشيء. فيديو لا نهائي. فهذا الفيديو انعاد تقريبا على التلفزيون بشكل متواصل لمده 14 ساعه. 14 ساعه الناس تشوف الاعلان. 7 افلام رهيب يا اخي. انت لو شايف 7 افلام شو راح تخلص بالضبط. 14 ساعه تشوف نفس الاعلان ينعاد قدامك وكله رائحه.
طبعا هاي الحلقه كانت حلقه معلومات على مود ما يكون كليته فلوقات، همين اكو شويه فلوقات شويه معلومات حتى يكون اكو تنوع وياه. نرجع للمعلومات يعني ما نظل بس بالفلوقات. طبعا اكيد. بس انتم كتبوا لنا بالتعليقات شو تحبون تشوفون اكثر، الفلوقات لو المعلومات. احنا ان شاء الله ناويين ننوع بهالقناه، ننشر معلومات وننشر فلوقات. بالضبط. ولهنا وصلنا لنهايه الحلقه، ان شاء الله عجبتكم. واذا عجبتكم انطونا لايك واشتراك ودعمونا حتى ننزل اشياء اغرب عن عوالم اغرب. شكرا للمشاهده، مع السلامه.